امام مش عايزينه، جميل. صالح مش ناسينه. حلو. ده كلامكم صح؟ أنا بعدها عندي بيومين امام عاشور لقيته في قلب الاهلي. حلو. ازاي؟ بالونه واونطه وشغل اونطه وبيضحك على جمهور الاهلي. ارد عليك فيها. والله بيضحك على جمهور الاهلي. أنا ليه الاهلي اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ احنا عايزين نفصل الامور واحده واحده. الزمالك قال الزمالك اكبر طلع في مصر. الزمالك هو اللي قالها يعني. الزمالك هو اللي عملها، سيد هو اللي عملها، فاهمني؟ فهو ليه هو احسن؟ هو بيقولها كيديا بس في النادي الاهلي، فهو كيديا. انت كزملكاوي؟ انا كزملكاوي بقول لك هو كيديا بس. اكبر قلعه بناء على بطولات وكده لا هو الاهلي. انت كزملكاوي؟ لا هو اكبر قلعه رياضيه في مصر هو الزمالك طبعا. ليه بقى الزمالك؟ لا الزمالك احسن في كل حاجه. الزمالك بيتحارب، الزمالك بيتحارب من الدوله كلها، ورغم كده واقف على رجله وبيكسب الحمد لله. ورغم كده بيتحارب من الدوله كلها. مدرب واحنا عارفين مين اللي بيمشيه، لعيبه واحنا عارفين مين اللي بيحاربها. عشان مين اللي بيمشي المدرب؟ مين اللي بيمشي المدرب؟ مين اللي مشى جوميز؟ ايوه على جوميز. مين اللي مشاه؟ انا اللي بس انت بتقول يعني احنا عارفين. ايوه عارفين. هو الطرف الاهلي. الاهلي مشى جوميز ليه؟ الاهلي هو اللي مشى جوميز عشان خاطر اللي هو الاهلي. جوميز كان حلو مع الاهلي، ما كانش الاهلي عارف يكسبه. يا راجل بتتكلم بجد؟ والله كان حلو مع الزمالك. حلو مع الزمالك والاهلي ما كانش عارف يكسب. الاهلي ما كانش عارف ماتشين ورا بعض، ماتشين ورا بعض السوبر الافريقي. امال مين اللي واخد السوبر المصري من جوميز؟ كسبوا ازاي؟ بضربات الجزاء عادي. لا كسبوا ازاي في الماتش؟ ايه تحكيم؟ انت ما شفتش التحكيم حصل فيه ايه؟ طيب خلينا ارد على نقطه. الاول اكبر قلعه رياضيه. انت لما تقول ان انت اكبر قلعه رياضيه فانت لازم تحدد على اي اساس انت حكمت قلعه رياضيه. هل انت اكتر بطولات؟ بطوله السله المجمع، الصالات المجمعه الاهلي كسبانها، والدوري الاتحاد كسبانه. اليد الاهلي اللي كسبان وبيلعب كاس العالم للانديه. لاول مره حدث تاريخي يحصل ان في نادي يلعب في كاس العالم للانديه في نفس السنه بكل البطولات او كل صور الكوره، قدم وسله وطايره ويد. الاهلي هو اللي بيلعب كاس العالم للانديه. ففكره ان انت عندك اكبر قلعه رياضيه، حدد السبب. حدد السبب. يعني الزمالك اقوى، يعني اول نادي يلعب في كاس العالم للانديه اللي انتوا ماسكينها. ليه ما رحتش الزمالك ما بيروحش. ليه ما رحتوش تاني؟ ما رحتش تاني؟ ليه الزمالك ما راحش تاني؟ يعني الترجي بيكسب، والترجي بينافس مع الاهلي، الوداد بينافس مع الاهلي، صن داونز بينافس مع الاهلي. لما الاهلي طلع فين مركز الزمالك؟ لما الاهلي طلع مركز ثالث مره ليه لعب في دوري ابطال افريقيا؟ عشان البطوله ساعتها اتلعبت، عشان البطوله اتلعبت في الوداد، اتلعبت في المغرب، والوداد شارك مكان الاهلي. بتكلم على حاجه معينه. لما الاهلي طلع في الدوري المصري المركز الثالث ليه شارك في دوري ابطال افريقيا؟ بنفس المنطق. بنفس المنطق بالظبط، عشان اتحسبت النتائج النص الاولاني. بنفس المنطق الزمالك اتاخد في بطولات ووصل ولعب في الكونفدراليه، والمصري كان في السنه دي هو اللي رقم 3 والزمالك راح الكونفدراليه. انا متاكد من دوت. 2022 2023 انت تعاطف ما بينك وانت بتشجع الاهلي ليه؟ عشان هو ناديك اللي انت بتشجع. حلو جدا. انا برد على نقطه واحده. هل انت اكبر قلعه رياضيه؟ اديني معايير واسس. انت اكبر قلعه رياضيه عشان ايه؟ انت مش اكبر قلعه رياضيه. الكونفدراليه مش زي دوري ابطال. جميل. احنا دوري ابطال اكتر ساعه نادي القرن. كان ساعتها حاجه اسمها كاس كارس وافرو اسيويه. يا جماعه فرقوا ما بين اسماء البطولات والكلام ديت. بس كان مين اللي بيشارك فيها؟ الكلام ده بقى هرد عليك بالتسعه اكتر ولا 7. دي حجه عليك. تعال نقارن دوت بقى الميلان وريال مدريد لما كانوا موجودين هناك في اوروبا. كان الميلان رقم 2. سيبك من سيد عبد الحفيظ. لما نيجي نبص ونقارن التسعه والسبعه والخمسه، ريال مدريد كان واخد دوري ابطال اوروبا 9 مرات والميلان كان واخدها 7، ومع ذلك الميلان ما كانش رقم 2 ودخل مكانه فرق تانية واتخذت في الترتيب رقم 2 قبل الميلان، والميلان ما طلعش يحتج وقال يا جماعه اشمعنى السبعه مش اكبر من الخمسه؟ تعالى بص على نقط واسس. دايما لما تقارن. طب دلوقتي انت بتقول على ان النقط. الكونفدراليه ليه بتقول ضعيفه؟ انت دلوقتي بتقول ليه ان هي ضعيفه؟ محدش محدش يبقى نادي القرن من حقنا احنا. يبقى نادي القرن من حقنا احنا. انتوا اللي اعترفتوا بكده. انتوا دلوقتي كان بعدد نقطتين والابطال دلوقتي بكده اللي احنا يعني دوري ابطال افريقيا اقوى صح؟ يا عم انا من وجهه نظرك اقوى. دوري ابطال افريقيا اقوى. دوري ابطال افريقيا اقوى. يبقى الزمالك مين معاه نقط اكتر؟ ليه بقى؟ هو الاول قبل كده بعدد النقط. طب تعال نبص. طب هسالك دلوقتي واخر نقطه وهسيبكم تردوا. صن داونز دلوقتي في التصنيف اعلى من الزمالك ولا اقل من الزمالك؟ لا اعلى. حلو. الزمالك معاه كام بطوله؟
لا 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 بص بيقول لك ايه مش بالبطولات. بص الرد مش بالبطولات، الموضوع بعدد نقط. طب انت كزمالك معاك بطولات اكتر من صن داونز، ليه صن داونز اعلى منك في التصنيف؟ الترجي الوداد شركات كانت هي الوداد عدد بطولاته اقل منك وانت ستيل برضه، والوداد اعلى منك في التصنيف. عشان مشاركاته برضه ردوا عليا. طب ماشي، انت قلت مش بالبطولات، بالنقط صح؟ شركات دوري ابطال افريقيا يبقى ماشي. الشركات دي صن داونز هي كانت كانت دلوقتي بالشارك. حلو، يبقى انا بعد بالنقط. يبقى منطقيا يا جماعه لما نيجي نهاجم على حاجه او نتكلم على حاجه شغل يعني بلاش فكره احساس القهر والظلم وان الكون كله متفق عليا. لازم تبقى عارف يا جماعه بالراحه. بص انا اقول لك كلمتين بس، أنا عايز- والله عايز أنا عايز اخلص الموضوع ده. أنا عايز- هقول لك كلمتين. انتوا بتقولوا نادوا المبادئ صح؟ انتوا نادوا المبادئ. امام عاشور دخل الاهلي ازاي؟ كهربا لما تف على اسمه ده، كهربا لما تف على جمهورك وعلى الفريق لا بتاعك. لا لا لا. شيكابالا لما رفع الجزمه في وش الجمهور. كهربا تف. أنا ما بقولش شيكابالا على رفع نادي الجزمه، رفع الجزمه في وش الجمهور. مرتضى منصور رئيس النادي طلع قال انتوا ده نادي خمورجي ونادي مش عارف ايه والزمالك كذا. يا جماعه صلوا على النبي. انت ما تجيش تحكم وتقول مبادئ ومش مبادئ. امام مش عايزينه، جميل. صالح مش ناسينه. حلو. ده كلامكم صح؟ أنا عندي بعدها واحد بيومين امام عاشور لقيته في قلب الاهلي. ازاي؟ عايز- بالونه واونطه وشغل اونطه وبيضحك على جمهور الاهلي. ارد عليك فيها. اه والله بيضحك على جمهور الاهلي. انا كان عندي لاعب موجود عندك انت ما عرفتش تربيه كويس فانا انت خدت ربيتوه. واعتذر. تربية اعتذر. وحشة. ليه بقى؟ اسمع بقى مني. تقدر تغرمه مليون جنيه وهو عندك تقدر تغرمه. يا جدع ده كل يوم في الكابريهات. امام انت عندك امام عاشور تقدر تغرمه. اقول لك امام عاشور انا ممكن اتكلم معاكم ان شاء الله لو قدامي هجيب لك 20 هقارن معاك وهقف قدامك. في الكابريهات اهو. واحد امام عاشور دلوقتي احسن لعيب في مصر وجايب مع 6 جوان من بعد اخر زيزو، 7 هو اهداف. بعد زيزو احسن لا، لاعب لا. في مصر. بعد زيزو زيزو رقم طب يبقى فين بقى الراجل في الكباريات؟ جايب اكتر من زيزو جايب كام جول؟ يا عم هو هنفترض ان زيزو لعيب ملوش حل. هنفترض ان زيزو احسن لعيب في يعني مصر. أنت مش عايز- مين يليه؟ مش عايز زيزو يروح مين بعد زيزو؟ مين بعد زيزو؟ اقول لك دلوقتي ناصر منسي. ناصر منسي. ناصر منسي من الكورة. يلا شكرا.